كرنفال دي كلتوها او كرنفال الثقافات المختلفة. كرنفال هنا معمول في برلين عشان خاطر الثقافات المختلفة والجنسيات المختلفة والاجانب في العموم. ده بتاعي يا جماعة، ده معمول عشاني انا، واحدة بتحب الثقافات المختلفة، الوشوش المختلفة، الناس المختلفة، فما كانش ينفع ما اجيش. يلا بينا نشوف الاجواء عاملة ازاي. هو الكرنفال كان فيه جنسيات كتير والمحلات لجنسيات كتير، بس الجنسية اللي كانت مسيطرة هي الجنسية الأفريقية، هم أكتر ناس هناك زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي الأجواء بتاعتهم عاملة ازاي. كان في الاكسسوارز دي والحاجات المختلفة دي، وسألتها الدولة ايه، قالت لي نيجيريا. فانا بحب الافارقة في العموم وبحترمهم، كانوا لابسين الزي بتاعهم وكانوا فخورين بيه جدا، وكانوا بيبيعوا كل الحاجات بتاعتهم. البورنيتا دي من عندهم، وقعدت تقنعني انها جميلة جدا عليا. بس على مين يا حاجة؟ لا طبعا مش عايزاها، شكرا ليكي. انا بحب الثقافات المختلفة، بس بصراحة ما بحبش الاكل بتاع الثقافات المختلفة. يعني ده سمك كان بتاعهم، انا بحترم ثقافتهم، بس انا ما بحبش بصراحة اكل غير العربي بس. او ممكن اغير لتركي، حاجات تركية، حاجات مش عارفة اللي هي الحاجات الشبهنا القريبة مننا، بس حاجات مختلفة بصراحة قلبي ما بيجيبنيش اكل من دول بعيدة قوي عننا يعني في ثقافة الاكل. كله لا لا لا. يلا بينا. واو، انا بحب الحاجات الهاند ميد دي قوي. تيتا الله يرحمها كانت بتعرف تعملهم، كانت الهوايه بتاعتها انها تعرف تعمل الحاجات دي. فبس ممكن نفتحها مثلا. واو حلوه قوي، تعالوا نسال عليها نشوف. دلوقتي قال لي الرفيعه الصغيره دي ب9 يورو، والكبيره ديت ب85 يورو. ده الله يرحمها ويسامحها يا رب ويغفر لها، جدتي لو كانت عايشه كان زماننا بقينا مليونيرات. حلوة الأجواء صح؟ فكرة إنك شايف جنسيات كتير حواليك، ثقافات مختلفة. واو شوفوا ده كمان، أوه حلو قوي. ودي ملابس أفريقية. واو حبيتوا الاجواء زيي صح؟ احساس حلو لما تشوف كل اللي حواليك مبسوطين كده والناس رايقه، احساس لطيف صح؟ بالله عليكم قولوا الصراحه، قولوا الصراحه، يلا كده وتعالوا نتفرج على باقي المكان. واو، بس الشنط دي مختلفة. واو، متخيلين دي شنطة شكلها حلو والله. ودي كمان شنطة، بصوا شكلها ازاي. واو واو واو، يعني شوفوا حاجات غير تقليدية تماما بالمرة. يا ربي حلوين. والست دي كيوت قوي، شبه نادية لطفي. ايه ده؟ عمر الشريف. هو عمر الشريف اللي بيتهيألي؟ قولوا لي انتوا هو ولا لا. دي ازياء هندية. انا شبههم يا جماعه، وبحس نفسي بروح لاذواقهم، وبحب عامله البيرسينج في مناخيري زيهم، حاجه كده اخر هنود على الاخر يعني. ودي شنطه كانت كويته قوي ب10 يورو، كويته جدا. وده انا حلوين برضو. ده هنا بيعمل لك بالالوان على التيشيرت اللي انت عايزه، بيرسم لك او بيكتب لك الحاجه اللي انت عايزها. حبيت، حلوين واسعارهم مش حلوين، يعني 35 يورو بس والله حلوين، والله شكلهم حلو يعني. يا الله يا الله، لك شو هالجمال مش معقول. بصوا الجمال، يا خراشي يا خراشي.
الراجل طلع تونسي صاحب المحل ده اللي لسه خارجه منه اللي وريته لكم. يعيشكوا برشا، يعيشكوا برشا. يا كل التوانسه. لكن انا بحب التوانسه قوي. دي كانت اجواء الكرنفال، واتمنى تكونوا اتبسطتوا زيي في المكان. انا عن نفسي حبيته كتير، ولو انتوا حبيتوني انا تعالوا انستجرام.